ينسانا الشر، لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلاه، فينسينا ما قاسينا. مساء النور عليكم يا غاليات، وش راكم؟ ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي بخير. كما راكم تشوفوا الصوره راهي تهضر على نفسها، ليمونه بقشور البرتقال. واش نقول لكم؟ جايتكم في الجنه خياتي مع قهوه حليب ولا اتاي سخون في هذا البرد وفي هذا العشوه ولا صبيح الله تحطيها في الطابله، والله راح تفرحي بها عائلتك وليداتك وطبعا حتى لضيافك. علاش لا كما نقول لكم ككل مره ليمونه ما كاش اللي ما يحبهاش، وصفه قديمه يحبوها امهاتنا يموتوا عليها، وحتى احنا دوكا والله مازلنا يعني نموتوا عليها، وعلى بالي كل الاطفال والله تحطوها لهم. صدقوني هي تنافس وصفه البريوش، خصوصا العجينات ديالي. نقسم لك انه ما كاش وحده ما تنجحش فيها، والله عجينه قطنيه يعني تستغني على كل وصفات تاع البريوش الاخرى. والخفه وما نحكي لكمش، والبنه واش نقول لكم، البنه ولا اروع. شاهدكم في الجنه خياتي. يلا ديروا كما نقول لكم دائما كل مره قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا كثروا لي من جان، خلوا الفيديو يكبر يشوفوا عدد اكبر من الناس، واشتركوا في القناه اذا ما كنتوش مشتركين، هكذا راح يلحقكم كل جديد من سعاد شانيل. شوفوا ديك الخفه واش نقول لكم، تنفنف ريحه البرتقال والهشاشه ولا بات كما نقولوا بزاف يعني قطنيه. صدقوني تدوب في الفم، والله عجينه ولا اروع، وراح تشدوا فيها ومتاكده انها راح تفرحكم. وطبعا تكثرونا من جام وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو لا فيديو مع الحباب. مقاديرها بسيطه خياتي، فقط تبعوا المراحل هكذا راح تنجحوا فيها من اول مره ان شاء الله. هنا خياتي كما راكم تشوفوا نبداو الوصفه مباشره. نعملوا الكاس تاع الماء دافئ، نزيدوا الكاس تاع الحليب دافئ، نزيدوا 4 مغالف تاع سكر كريستاليزي، نستعملوا القهوه، نزيدوا خميره طبعا مغرف ونص خميره الخبز، ونخلطوا هاد المقادير مليح. هنا كلش راه دافئ مخلف. عملنا كاس تاع الحليب، الكاس تاع الماء دافئ، عملنا مغرف ونص تاع خميره تاع الخبز، و4 مغارف تاع السكر عفوا. نخلطوا هاد المقادير مليح ونخلوهم يقعدوا طبعا 10 دقائق حتى ربع ساعه. رجعنا اليوم خياتي، شوفوا العجينه تاعنا او الخميره كيفاش تفاعلت، عطى المفعول ديالها هكذا ان شاء الله راح تعطيكم نتيجه مليحه. ما تسرعيش وتعملي كلش من اول وهله. نروحوا للمرحله الثانيه، نزيدوا نص كاس تاع الزيت، نخلطوا المقادير، نزيدوا قشور البرتقال خياتي. انا درت هنا حبه كبيره، لكن والله كنت حابه ندير اكثر، لكن لقيت الشينه عندي في الدار خلاصت. عملوا حتى 3 حبات قشور البرتقال، راح تعطيكم بنه ولا اروع. ليمونه تحب قشور البرتقال، صدقوني والله ولا اروع، راح تستغنوا على البريوش نهائي. وعملنا كما كنتم تشوفوا خياتي 2 الحبات تاع البيض، طبعا بعد ما عملنا قشور البرتقال، وضفنا كذلك نص كاس تاع الزيت في المرحله الثانيه. ودوكا راح نبداو نديروا الفرينه تاعنا مع نص باكيت تاع الخماره الكيميائيه او خميره الحلوى. الفرينه خياتي راح نستعملوا من 500 600 غرام تروحي حتى 700 على حساب العجينه ديالك وعلى حساب الفرينه. طبعا كاين الفرينه اللي تشرب، كاين اللي ما تشربش، لكن العجينه خياتي ناكد ونعاود ملاحظه، خلوها تتلاصق، روحي معاها غير بالعقل، ادهني يدك بالزيت وتعاملي معاها غير بالعقل وسحفيها، هكذا راح تنجح لك الوصفه. لانه لو جاتك يابسه ليمونه راح تجيك ثقيله وتجي لاباط متكوكه، يعني ما تجيكش خفيفه. راكم تشوفوا خياتي رانا نغربلوا في الفرينه ديالنا. نعملوا كذلك معها نص باكيت الخماره الكيميائيه وخميره الحلوى، نص باكي فقط لا اكثر. بدلوا شويه خياتي، ما نعملوش غير الحلوه. ليمونه والله حاجه يعني تاع زمان، جبتها لكم تعرفوني نحب ريحه زمان ونحب حاجات التقليديه اللي نحبوها. طبعا كلنا كبار وصغار والله، يعني حتى الاطفال راح يحبوها بالبزاف. خطره نديروا حلويات وخطره نروحوا للهمونه تاعنا، علاش لا. وهذه الوصفه والله شدوا فيها خياتي، العجينه راح تعجبكم بالبزاف، قطنيه هشاشه خفه وذوق. والشكل ما نحكي لكمش، تهضر على نفسها، جات كي البالون منفخه ما شاء الله، اللهم صل وسلم. هنا كما راكم تشوفوا الفرينه رانا نعملوا فيها غير بالعقل. هنا تجاوزنا 500 غرام،
رحت حتى 550 حتى 600. طبعا العجينه تكون تتلاصق. دوك تشوفوا العجينه اللي تحصلنا عليها. وبقيت في كل مره ندهن يدي بالزيت كل ما ندير يعني الكريات. وهنا خياتي راني عملت 6 مغارف تاع حليب بودره، او تقدري ديري حتى 2 مغارف حليب بودره لحظه. طبعا نخلطوا العجينه تاعنا مليح ونخلوها تتلاصق. راني ناكد ونعاود على هذه الكلمه، ما تيبسيش العجينه تاعك يعني بزاف. هنا طبعا بعد ما طميتها وخليت العجينه تاعي تتلاصق درتها كريات ونغطيها طبعا مده ربع ساعه 11 دقيقه تخمر لي. ورجعت ليها طبعا بديت نحل في كل كريه بالحلال ونحشيها بالشوكولا. عندي شوكولا قطع، عندك نوتيلا، عندك شوكولا تختيني طبعا تقدري تحشيها بها عادي، لكن انا فضلت شوكولا تاع القطع. هكذا نعملو نفتحوها بالحلال كل كريه، نعملو قطعه تاع الشوكولا بداخلها ونعملو طبعا شكل كريه من جديد ونحطوهم في السنيوه طبعا بعد ما ندهنوهم بالزبده. وخياتي هنايا الفرن راني شعلته في بدايه الوصفه. لامونا تحب الفرن يكون ساخن جدا جدا، لو كان بارد راح تحبط لك وما تعطيكش نتيجه مليحه والعجينه تجيك ثقيله باش راح تنجحي فيها. راني ناكد ونقول لكم هذا الكل يعني المراحل اللي فيها هكذا راح تنجحوا فيها ان شاء الله من اول مره. وكما قلت لكم وصفه هذه ككل وصفات قادره وحده اول مره وصغيره مبتدئه والله تعطوها لبنياتكم راح يدخلوا يفرحوكم فيها من اول مره ان شاء الله. وطبعا ننتظر تعليقاتكم وطبعا تطبيقاتكم، علاش لا، نستقبل كل تطبيقات. مرحبا بكم كلكم عندي والله، سواء في الانستغرام او التيك توك او في صفحتي على اليوتيوب. هنا خياتي طبعا بعد ما كورتها ودرت القطع تاع الشوكولا بداخلها عملتها في السنيوه بعد ما دهنتها بالزبده وندهنها من الفوق بشويه تاع القهوه كحله وندرزل عليها شويه سكر كريستاليزي، سكر القهوه طبعا باش تعطينا هذيك لا دوغور ولا اللمعان اللي يجي في لامونا كما تعرفوها. لكن صدقوني تنافس لامونا تاع برا. هكذا تعملوا حاجه نقيه بيديكم. وطبعا بنه تاع برا ما يديروش فيها قشور البرتقال اطلاقا، لكن لامونا الحقيقيه والله بقشور البرتقال. قد ما تكتري فيها قد ما تكون النكهه راح تعجبك احسن واحسن. هنا الفرن تاعي راه سخون مده 5 دقائق فقط، لانه كما راكم تشوفوا الكريات تخمروا لي. دخلتها الفرن 5 دقائق فقط. من بعد ما اختمرت لي مده 5 دقائق دخلتها للكوشه الفرن، شعلت لها من تحتها طبعا كي طابت لي طفيت لتحتها وشعلت من الفوق طبعا لا دوغور تحمر لي وكملت طيابها. وهكذا خياتي واش نقول لكم كيما راكم تشوفوا واو ما شاء الله لامونا واش نقول لكم شكلا وموضوعا وبنه وذوقا يوميا شايتكم في الجنه. خياتي جربوا الوصفه خفه هشاشه قطن والله قطنيه صدقوني تذوب في الفم. والبنه تاع قشور البرتقال زاد فيها النص مع فنيجي القهوه الله تقعدوا بها ريسانكم الدنيا وما فيها. يلا خياتي جربوا الوصفه وكما نقول لكم يلا ديروا جام كثرونا من جام، خلوا الفيديو يكبر واشتركوا في القناه اذا ما كنتوش مشتركين. وطبعا بارطاجيو لا فيديو مع الحباب، خلوهم يشوفوا وصفه لامونا تاع زمان تاع امهاتنا طبعا، وعلى بالي راح تعجبهم كلهم وتعجب عائلتهم واولادهم وتقدري تعمليها حتى لضيافك ولا تديها في يدك. خليتكم الخير والناس، سلام.